المطرية، الحكاية اللي بدأت من زمان. المطرية من أقدم المناطق في القاهرة، ولو دورت في تاريخها هتلاقي إنها مليانة أسرار وحكايات. اسمها جاي من المطر، وده لأنها كانت منطقة زراعية فيها مية وحلوة وأشجار ونخيل، وكان بيحصل فيها أمطار أكتر من باقي المناطق فسموها كده. تاريخ المطرية من الفراعنة لحد دلوقتي. المطرية مش مكان عادي، دي ليها جذور بتوصل لزمن الفراعنة، وكان فيها بقايا من مدينة أون الفرعونية اللي هي هليوبوليس دلوقتي. وبيقولوا إن العيلة المقدسة السيدة مريم والسيد المسيح عدوا عليها وهما هربانين لمصر، علشان كده فيها شجرة مريم اللي لسه موجودة لحد النهاردة وبيزورها ناس من كل حتة. في العصر الإسلامي المطرية كانت منطقة زراعية مشهورة بالبساتين والنخيل، وكانوا بيزرعوا فيها نبات البلسم اللي كانوا بيستخدموه في العلاج والعطور. وفيها كمان مسجد وضريح الإمام الليث بن سعد، واحد من كبار الفقهاء. المطرية دلوقتي زحمة وتاريخ في نفس الوقت. مع مرور الزمن المطرية بقت منطقة شعبية مزدحمة، مليانة محلات وأسواق وبيوت قديمة جنب الحديثة. بس رغم الزحمة تقدر تلاقي فيها ريحة التاريخ في الشوارع، سواء عند شجرة مريم أو في الأماكن القديمة المنتشرة فيها. المطرية حكاية مش بس عن اسم، دي منطقة عاشت كل العصور ولسه بتشهد تغيرات كل يوم. علشان تفهم الماضي اللي رسم خريطة النهاردة، خليك معانا في تاريخ على الناصية